السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في مطبخ عالم، في مطبخ نونو واميرة. النهارده هنعمل طريقة المندو كوري. هي طريقة كورية بس انا حبيت نجربها وطلعت حلوة فحبيت ان اوريها لكم. معايا 3 كوباية مية، ممكن ناخدها كلها او ممكن ما ناخدهاش على حسب الدقيق بتاعك اللي هتستخدميه. ومعايا 3 كوبايات دقيق ورشة ملح. هي سهلة خالص. هي عجينة عبارة انها بتتحشي زي القطايف، بس ايه بطعم غير قطايف يعني. معايا كده اول حاجة كوباية دقيق، حطهم كده. التانية عايزة تكتر المقدار ماشي براحتك، بس دول هيعملوا لك حبة حلوين يعني. وادي التالتة عندي رشة الملح، ممكن تدوبيها في 3 كوباية المية او لا، براحتك يعني، كله زي بعض. انا هحطه على الدقيق اهو، واحط عليهم دلوقتي اقلبهم الاول. اقلب الدقيق والملح مع بعض، مش بتحط لها ولا بيكنج باودر ولا لبن باودر ولا اي حاجه. هي دقيق وميه وملح. 3 كوبايات ميه، ما نحطهاش كلها، شويه شويه نقلب. في دقيق كمان بيعوز اكتر ميه يعني على حسب الدقيق اللي انت بتستخدمه. هي عجينه بتبقى مش طريه، ناشفه شويه. اهو عايزه ميه كمان، هنحط ميه زي ما قلت لك. الميه على حسب الدقيق اللي عندي يعني، الميه ملهاش مقدار معين يعني. وتلم اول ما العجينه تلم تشيل الميه خالص، متحطش ميه تاني. دي طبعا بتتحشي اي حاجه عندك يعني. عندك مثلا بواقي فراخ، عندك مثلا بواقي لحمه تتحشي، عندك لحمه مفرومه. هوريكم دلوقتي هحشي ايه يعني. هي اقتصاديه جدا، بس هي اصلا في الكوري بتتحشي لحمه مفرومه. فاحنا طبعا لازم ايه كمصريين نخترع حاجات يعني من دماغنا. هي طبعا بتبقى طعمها خطير في الاخر، وليها صوص كده تتغمس فيه، بيبقى طعمها جميل. وايه نحرك بايدينا كده، ما لمت خلاص. حطيها مثلا لو عندك، لو عايزه تعمليها رخامه طلعيها برضو من الطبق ماشي، بس هي مش مستاهله. وبعد ما خلصتها عجن ناخدها كده اهو. انا حبيت ان اعملها في الرخامه يعني، واحطها سيبها ترتاح مش تتخمر، لاني اصلا ما فيهاش خميره. احط من فوق كده شويه زيت عشان ايه ما تنشفش يعني من فوق، ما تشققش. ندهنها كده ونسيبها ترتاح 5 دقايق بس، عشان ايه تساعدك في الفرد، تبقى سهله في الفرد. نسيبها على 5 دقايق كده على جنب. عندي اتبقت لحمه قلت احشيها. انا اصلا بحشيها لحمه، تبقى طعمها جميل جدا وعلى ضمانتي. عنديك بقاوي، عندك باقي فراخ مستويه ماشي شغال. عندك لحمه مفرومه ماشي شغال. اللي عندك حشو اعمليه، ما توقفيش على حاجه. عندنا دلوقتي فلفل مقطع، انا مقطعه كده عشان لسه هيتفرم في الكبه. عندي فلفل مقطع، فلفل اخضر رومي، وطماطمايه صغيره بس عشان ما تبقاش ما تكترش طماطم عشان ما تبقاش صيصه منك. وعندي شويه شبت، لو ما عندكيش مش مشكله، او مش حابه تحطيه خالص شديد. عندي بصلايه وقرن فلفل حراق. عندي هنا التوابل، بابريكا وملح وفلفل اسود وتوم بودر. وادي اللحمه. طبعا اللحمه الباقي مش هنرميها، ده كيلو بقى ب200 جنيه.
طبعا. واصلا غير كده بتبقى طعمها فظيع يعني، فظيع في المندو الكوري بالذات. عندي هنا الكبة، هنحطه كله على بعض عشان الكبة تساعد انها تتفرم. هناخد شوية بصل، شوية من البصل، شوية من الفلفل الحراق الرومي. عايزة تحطي له توم ماشي، او عايزة تشيلي من المكونات دي ماشي، براحتك اللي انتي واللي عايزاه انتي. شوية طماطم، والشبت تحطيه شوية برضو عشان بس. نحط طبعا شوية من التوابل، شوية مش كتير، شوية من ده وشوية من ده وشوية من ده. نحط شوية من اللحمة، ثواني كده اقطعها عشان هي قطع كبيرة يعني. هوريكي دلوقتي ازاي تحشيها وتفرديها، هوريكي كل حاجة. عايزة تشيلي اللحمة المستوية وتحطي لحمة مفرومة ماشي، مش مشكلة. نضرب باقي المكونات، بقيت الطماطم، فلفل، عايزه اشيل المكونات ده المكونات دي ماشي مش مشكله. بقيت اللحمه، اضغطوا لايك يا جماعه، ودوسوا على الجرس عشان نوصل لكم كل جديد مننا ان شاء الله، وعيلتنا تكبر بيكم اهو. عايزه تضيفي حاجه من عندك ضيفي برضه مش مشكله، براحتك. الحشو ده براحتكم انتوا، انا بقول لكم الفكره صغيره عشان تاخدي شويه من اللحمه دي لما تحشيها يعني، متاخديش حتت كبيره. ادي ايه، عملنا حشو المانجو. بعد ما العجينه ارتاحت 5 دقايق هنفردها دلوقتي، بس اهم حاجه تكون الرخامه نظيفه، ونرش لها رشه دقيق عشان العجينه ما تلزقش في الرخامه. نحطها كده على الرخامه، نحط برضه فيها شويه دقيق، بس انا مش عايزه شويه دقيق. نفرد دلوقتي بايدنا الاول، هوريكم ازاي تتقطع. هي سهله جدا يعني زي القطايف بالظبط، بس ايه طعم تاني يعني. هي كشكل قطايف بس طعم تاني والله. بمجرد اني بعملها فبتخلص في وقتها، عشان طعمها بيبقى لذيذ. نفردها دلوقتي بالنشابه، انا مش عايزاها يعني تخينه، عايزاها رقيقه عشان هي اصلا بتتحشي اهو. عايزاها رقيقه مش عايزاها تخينه سميكه اهو. هي بص عشان ارتاحها 5 دقايق فايه تسرد معاكي بكل سهوله. عشان السوى، عشان خليكم معايا، عشان السوى غاليه ميه، بخار الميه اللي هيطلع من الميه المغليه دي البخار نفسه هو اللي هيسوي العجينه. لو خدتوا العجينه كده وقلتوها في الزيت على طول ماشي، بس الاحسن هتبقى تقيله، بس الاحسن انكم تحطوها في بخار الميه. زي ما قلت لكم عايزين تحشوا اللي انتوا عايزين، جبنه رومي عندك، لانشون عندك، جبنه حادقه، بواقي فراخ، براحتك. الحشو ده على ذوقكم يعني، براحتكم. ولا فردتها انا كده، انا المفروض عايزاها سمك كده، السمك كده. حسيت ان انا في حته تخينه افردها كده تمام. عندي هنا القطايف، قطعه القطايف دي جايباها من مستحضرات المنزليه واشتريتها. دي بتبقى ليها شكل كده اهو في الجنب، بتطلع شكل القطايف شكلها جميل. لو ما عندكيش دي كوبايه بس تكون الدايره بتاعتها تكون صغيره، مش تكون حجمها كبير،
عشان تبقى حلوه يعني وتعملي لك كميه حلوه. ادي كوبايه هنقطعها كده اهو، عايزه تكبريها ماشي، بس الاحسن تبقى صغيره عشان ترمي لك كميه حلوه اهو. هوريكم ازاي بالتشكيله القطاعه دي. تاخدوا كده بصوا مثلا كده اهو، ادي المسافه دي مثلا، نجيب كوبايه على حجم المسافه دي. البرجل بتاعت البرجل عندي بستخدمها برضو اهو، اجيبها كده. ادي العجين تبقى سمكها خفيف، قصدي يبقى سمكها مش سميك قوي يعني. حسيت انها سميكه تفرديها. نخلص الكميه اهو كده كده اهو تمام. هنحطها في كده ادي كده. هنحط هنا في النص الحشو اللي احنا عملناه، اللي هو اللحمه اللي عملناه بمعلقه صغيره كده، تاخدوا شويه صغيرين مش كتار اهو كده. ندوس عليها كده، تدوس عليها. الزيادات دي هتتقطع وتتفرد تاني، مترموهاش مش هتترمي اهو. الزيادات دي تشيلوها بايديكم كده، تشيل معاكم بكل سهوله يعني كده. تدوس عليها تتاكدوا ان اتداست وتطلعوها كده اهو بالراحه. بصوا بسم الله ما شاء الله، كشكله يعني والطعم ان شاء الله هيبقى جميل جدا. الماكينه بتاعت القطايف العادي اهو، حطوا شويه. هما طبعا ليها اشكال بيعملوها الكوريين، بس ايه مش عارفه الصراحه اعملها، فبعمل كده اهو. هي حته الزيادات دي بعملها بسكينه. بصوا اي زياده شيلوها عشان تفردوها تاني يعني، بلاش منها اهو. دي العادي من غير ماكينه تتاكل برضو شكلها وحلوه برضو اهو. دي بالفرق بالماكينه ودي من غير الماكينه بتاعتها. نعمل كمان واحده بالماكينه، باقي العجين بنحطها على جنب عشان هتتفرد تاني. نحطها كده في الماكينه. في طبعا منها احجام كبير وصغير ووسط وكده، انا اخدت منها الوسط عشان بتبقى حجمها حلو يعني اهو. دخلتها كده واحط كده الحشو اهو، نفردها كده. اهم حاجه العجينه تيجي على التشكيله دي عشان تعمل لك الشكل اللي هو ما بين الداير ده، وايه وتضغطوا كده اهو. طبعا بقيه العجين ناخدها كده نشيلها. ممكن تدخلوا معاكم الاطفال عيالكم يعني يساعدوكم في هم شكلهم جميل جدا. الميه طبعا يعني مش ليها مقدار اهو. حطيت كده ميه غليت وطلعت بصوا البخار اهو، بخار كله مفتوح. حطيت مصفايه، اهم حاجه يكون سيليستين عشان ما تسيحش في النار. احط زيت عشان العجين ما تلزقش. هوريكم ثواني. حطيت اهو المصفايه، احط كده زيت عشان العجينه ما تلزقش كده في المصفايه. احط زيت كده اهو، حطه بصوت بس عشان مجرد ان العجينه بس ما تلزقش في المصفايه كده اهو. ندهنها كده، نحط العجين اللي احنا عملناه شكلناه مع بعض كده اهو، نرصصه كده اهو. شكله جميل، وكمان لسه لما يستوي هيتنفخ اكتر. ممكن تعمليه في الزيت على طول بس هيبقى تقيل معاكي، مش هيبقى خفيف يعني. دي اللي من غير مكان اهو. هي المفروض تكمل الكميه وتغطيه عشان البخار يتكمر عليه ويستوي اهو. جبنا غطا هنغطيه كده عشان البخار يتكمل على العجينه ويستوي. اخلص الكميه كلها وارجع لكم بعد اما يستوي على البخار. ارجع لكم تاني، استنونا اهو كده. بعد ما حطيتها على البخار شوفوا اتنفخت ازاي. بصوا ده هوا اهو. بصوا هجيب لكم معلقه ثواني اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله. كمان لسه لما تتحمر كمان. بص اول ما هتطلع من المصفيه كل ده الهواء بتاعها يفس او كده. استنونا بقى بعد لما تتجلي في الزيت. هوريكم ازاي تتجلي وتبقى شكلها وطعمها في منتهى الروعه يعني. خلص الكميه وهنحطها في الزيت. وبعد ما حمرتهم في الزيت حاجه جميله اهو. بتنفخ ازاي وخفيف جدا اهو، ومش بيشرب زيت كتير يعني ان شاء الله اهو. مش بيشرب زيت، وان شاء الله تعملوه يطلع حلو معاكم. ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.
جدا، طعمها